أقول ما يقول به، والرأي ما يراه قادتي، وأقول ما يقوله قادتي. نعم، رحم الله الشهيد حسن، ورحم الله الشهداء جميعا، والكل أفضى إلى ما قدم، وهو طلبها ونالها. إعجابه بشخصية السيد نصر الله، بل ويصفه بالشهيد. إيه رأيكم بقى؟ يصفه بالشهيد، بل ويسمح لهم بتعليق صوره في بيوتهم وفي مناسباتهم. يعجبنا لأننا كنا بنقول على السيد حسن إنه شهيد، أو كنا مثلا نترحم عليه، ولا زلنا طبعا، ونحن مع السيد حسن في كل مواقفه، لكننا كنا ضده فيما فعله في سوريا. حد السيد حسن، وبعيدا عن الخطاب الرسمي، شوفوا حقيقة الفيديو، شوفوا هدفهم من هذا الفيديو. وغفر له، وبالتالي العلم والمنصب يفرض علينا سؤالا مهما: ماذا استفادت الأمة؟ وتحديدا أقصد هنا القضايا المفصلية في واقع الأمة الإسلامية، وتحديدا في مقدمتها وفي القلب منها أهل الشرف والعزة. ماذا استفادوا من علم الشيخ عبد العزيز؟ وماذا استفادوا من منصبه كمفتي للسعودية؟ ولا أريد أن أصول وأجول في تاريخ قديم ومقاطع فيديوهات لبرامج الشيخ وكذا، لا، أنا سأحدثكم عن الواقع الآن، الواقع اللي احنا كلنا عايشينه، الواقع الذي يفرض علينا الآلام والصراخ والأوجاع كلها، واقع غزة. خلال السنتين الماضيتين دول أعتقد والله أعلم أنه أكيد يعني صراخ أهل غزة واستغاثتهم وصلوا إلى مسامع الشيخ، فإن كان الشيخ فقد نعمة البصر فلم يتمكن من مشاهدة الدمار والدماء، فعلى الأقل كان بيسمع الصراخ والاستغاثة بالتأكيد. والشيخ لحد آخر لحظة في عمره كان بيشغل منصب المفتي، يعني هناك فتاوى صدرت باسمه وبتوقيعاته، وأكيد الشيخ بحكم منصبه هذا المنصب يفرض. يقول قائل: الشيخ كان كبير في السن. أيوة، مش أكبر من الشيخ صادق الغرياني. الشيخ عبد العزيز قال الشيخ مش أكبر من الشيخ صادق الغرياني، وكبر سنه يعني أنه كان يجب أن يختم حياته بخاتمة صادقة تشفع له عند ربه سبحانه وتعالى. لك كيف يسمح بهذا الفسق والفساد والانحراف داخل بلاد الحرمين وبأموال المسلمين؟ أليست هذه من واجباته كمفتي؟ الآن مات المفتي ومات الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعم ترك الشيخ، الآن مات وأفضى إلى ما قدم، وهو الآن بين يدي ربه. فنسأل الله تعالى أن يغفر له خذلانه لأهل غزة، وأن يغفر له تقاعسه عن نصرة الإسلام والمسلمين، وأن يغفر له نفاقه لحكام الأمة العربية كلها. فلم نرى منه فتوى واحدة يطالب فيها هؤلاء الحكام بتحريك جيوشهم لا سمح الله، بإنفاق أموالهم، أو حتى بتحريض شعوبهم نصرة وإغاثة لبيت المقدس ولرجال بيت المقدس. الآن مات المفتي ومات العالم ومات الشيخ، فهل يتعظ بقى بقية المشايخ؟ في فرق كبير أن تموت منافقا خاذلا معوقا خائنا خادما لأعداء الله عز وجل، أو أن تموت حرا عزيزا شامخا مرفوع الرأس والقامة والهامة عزيز النفس لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. فارق كبير بين عالم سخر نفسه وعلمه لخدمة دين الله ولنصرة أهل الله وأولياء الله ولم يخش إلا الله، وبين آخر يدعي العلم وإن كبر سنه وطالت لحيته لكنه يخشى من أمريكا وأوروبا، ويطوف حول البيت الأبيض ويصلي إلى كعبتهم وتحت أقدام حكامهم. فارق كبير بين عالم يمتثل قول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وبين آخر يقرأها فلا تتجاوز إلا لسانه، وإذا به يخشى من أمريكا وأوروبا أو حاكم أو مصلحة. كفى بالموت واعظا. اليوم مات المفتي ومات الشيخ الذي كان يحظى برعاية وعناية من كل
كل حكام العرب والمسلمين، فكان يجاملهم ويطبطب على مواقفهم ويراجع ألفاظه قبل أن يسبب إحراجا لهم. مات الشيخ المفتي الذي لم يصدر فتوى واحدة يمنع فيها هذا الهلفوت تركي الشيخ من فساد وانحراف في مملكة هي قبلة المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فنزل بالمسلمين هؤلاء العزل من السلاح يقتلون كل يوم. دمت البلاد بيوتها ومساكنها ومساجدها ومدارسها ومستشفياتها، كل شيء أزيل. ظلم وعدوان تواطأ العالم على هذا الأمر العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. الحقيقة إنها مصيبة على المسلمين أن يتوبوا إلى الله ويعيدوا حساباتهم وينظروا في الواقع في القضية، فإنها إن تركت وهذا التلاعب من هذا الأعداء وهذا الاستهانة بالدماء أخشى من عقوبة تعم الجميع. هي مصيبة وبلية، نسأل الله السلامة والعافية.